مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بالناس الكل. اول حاجه حبيت نقولها لكم بارك الله فيكم على تشجيعكم، وهذا ما ينجم يزيدني كان عزيمه باش نهبط لكم دي نوفو فيديو وما نخبي عليكم حتى سر من الاسرار اللي نعرفها نتاع الكوجينه، كيما سر البنه اللي جبتها لكم اليوم. اك صحين العزيز الغالي، صحين عينس بانيوريا، صحين 100% تونسي، نجم تكون فكره من افكار تزيين تولدكم في راس العام. خليني نعطيكم الأسرار، تبعوا الروسيت بشوية بشوية أتوا تفهموا كل شيء. يلا نعطيكم المقادير. عندي 300 جرام اللحم مفروم، لحم مفروم ماذا بينا يكون كله هبرة. خذيت بصلة كبيرة قطعتها جويدة أما مانيش باش نستحقها الكل. عندي 100 جرام جبن مرحي، أنا خلطت ما بين الموتزاريلا والجبن المرحي. عندي 6 كعبات عظم سمتهم في الماء خليتهم يبردوا قشرتهم. وعنا شويه معدنوس مقصوص جويد باش نوزن منه زيدا كيف كيف، وبعد نقول لكم شنو نستحقوا. وعنا لفاح نتاعنا مغرفه نتاع قهوه في الكحل، مغرفه وشتر ملح، شويه تابل وكرويه ولا راس حانوت، هروس ولا هريسه عربي اللي عندكم، زوز سنينات ثوم، ومغرفه كبيره نعناع شايح. يلا نبداو توا مع بعضنا. قبل باش ما ننساش عنا شويه زيت زيتونه باش نخلطوا بيه. خذيت اللحم مفروم نتاعي، اللي يحب شويه شحم في اللحم مفروم ينجم يحكي مع جزار ويعمل له شويه شحم في اللحم مفروم يعطي بنه زاده. نحط هكا اللفاح نتاعنا الكل فوق هكا اللحم، وناخذ نوزن معاكم توا البصل ديما اكا تقصوا البصل جويد برشا والا ربيوه باش ما يقلقناش من بعد في كي نجيو الرولي ولا العين اسبانيوريه. خذيت بالضبط 50 جرام بصل مقصوص جويد، ومعاه المعدنوس باش نوزنه لكم زيدا كيف كيف. هذا المعدنوس متاعنا بالحق استحقيت حكاية 15 جرام. المعدنوس زيدا يزكو تقصوه جويد جويد جويد، يظهر هكا لي بوان في العين اسبانيوريه من بعد خضر محلاه ياسر يعطي مزيان منظر مزيان. وزنت بالضبط 15 جرام معدنوس، فوالا 15 جرام حطينا معدنوس مش اكثر باش زيدا ما تجينيش معبيه بالمعدنوس. وناخذوا كل البلان تاعنا ونبداو نخلطوا في الخليط الكل مع بعضه باش نستحقوا معاه حكايه 4 مغارف نتاع ماكله، 3-4 مغارف نتاع ماكله زيت زيتونه، ونخلطوا اكل ميكس الكل في بعضه. نحاولوا نخليو لفاح تدخل الكل في وسطك اللحم المفروم. خلطوا بالباهي راهي يلزمها هي تكون بكلها فاوحه، مخليوش جنب فيه وجنب لا. هذا الخليط بتاعنا نتاع اللحم المفروم من بعد ما خلطنا كل الفاح اللي فيه الكل. باش ناخذوا توا بابي كويسون نفرشوه على الورك شوب نتاعنا على الرخامه، ونحطوا فوقه شويه زيت زيتونه، وندهنوا كل بابي كويسون بالزيت زيتونه الكل باش من بعد كي نجيو نحيو العين اسبانيوريه اللحم ما يلصقناش في وسط البابي. في حكمه زيده هكاك الزيت كي يدخل للفور يعطينا كد قرميشه شويه هكا من فوق العين اسبانيوريه. نحطوا اللحم مفروم الكل نتاعنا نحطوه فوق البابي كويسون، وناخذوا واحده بابي كويسون اخرى نحطوها من فوق باش نحاولوا نخدموا الفارس نتاعنا بالقلقال. نحلوها بالقلقال، نحاولوا نحلوها على شكل مستطيل باش تعطينا الطوع من بعد كي نجيو نروليوها. والابيسور نتاعها يكون كيف من هكا، ما تكونش عاليه خشينه وما تكونش زيده جويده، تكون في المستوى. ناخذوا كعبات العظم ونقصوهم من الحراف باش كي نحطوا الكعبه بجنب الاخرى يلصقوا في بعضهم. نحيوا كل جناب نتاع كل كعبه عظم. بعد ناخذوا الجبن نتاعنا نحطوا الجبن فوق اللحم، الجبن لهنا باش يمثل لنا كل كولا باش يشد العظم في اللحم ويعطينا كل بنه نتاع الجبن سورتو من بعد كي تخرج هكا من الفور يمي. هكا بعد ما حطينا الجبن المرحي نتاعنا الكل نبداو نرصفوا العظم الكعبه بجنب اخرى، ونحاولوا نحطوا العظم لاصق في بعضه باش ما نخليوش اسباس ما بين العظم. من بعد كي نجيو نقصوا ما تجيناش مزيانه. بعد ما صففنا العظم كي من هكا تشوفوا فيها باش نبداو الروليو العين اسبانيوريه نتاعنا. والحكمه الكل لهنا، الخدمه الكل نتاع العين اسبانيوريه لهنا. اذا كنت تحب تجيك كعبه مرتوبه
مخدومة بالبهي، يلزمك ديما ترولي وتنزل. باش نعملو بودان باللحم المفروم محشي بكل عظم وجبن، حاجة ياسر بنينة. انا يعجبني هذا، من احسن لي بلا في تونس، ما نقلقش منه. تنجم تعملوه حتى بالدجاج سكالوب، تنجم تعملوا حتى بالفخوي سيك، تنجم تعملوا بيستاشو من داخل، تعمل دجاج مع البيستاش يعطينا منظر ياسر ياسر مزيان. الروليو وننزلوا وما خليوش الهواء الجملة، ما نحاولوا ما نخليوش هواء ما بين اللحم والبابي، ننزلوا لو ماكسيموم كي من هكا، نسكروا البودان يكون مسكر بالباهي والروليو اكل بابي كويسون ونسكروه على جناب منا ومنا، ونحاولوا ننزلوا لو ماكسيموم قد ما تنجم تنزل باهي لها. المهم ما تخلي لهاش الفذا باش تعمل لك كل بول داغ ولا. نقرقبوها كي من هكا بالضبط، وناخذوا بابي كويسون واحد اخر تحتها نحطوه من اللوطة، ونعاودوا نفس الحركة هذيك، نخرجوا كل الهواء الكل اللي فيها، وننزلوا ديما سيري باش البودان ياخذنا الفورمه نتاعو، تجينا مزيانه من بعد كتيب وتجي واقفه. سكروها، بعد ما سكروها على جناب بالكدا ديما ندوروا، ناخذوا بابي سامحني فويل، بابي الومنيوم، والروليو بنفس الطريقه، وننزلوا ديما ننزلوا ونسكروا الجناب منا ومنا بتاع البابي الومنيوم باش ما نخليوش الهواء يدخل لها. ديما النازلين هذه هي الحكمة فيها. نقرقبوها شوية زيدا كيف وناخذ بلاتو متاعنا ونحطوها في البلاتو باش ندخلوها توا تيب في الفور. حطينا البودان متاعنا في البلاتو، باش ناخذ توا الماء سخون يغلي نحطوه في البلاتو متاعنا. الحكمة متاع الماء سخون انه تخلينا العين الاسبانيولية تجينا مروية، ما تجيناش شايحة وما تجيناش تتغسس في الفم كي تاكلها. كل ماء ذاك الفابور يعطيها سوفت، تولي اكثر طريه. ندخلوها تيب في الفور 50 ساعه 60 دقيقه على 180 درجه. كي نخرجوها هكا نرجعوها للفور بتاع حكايه 5 دقائق تتحمر، وبعد نخرجوها تبرد بالباهي، وبعد نقصوها دي رونديل كي من هكا على شكل اكل عين. هذاك علاش اسمها عين اسبانيوريه. طب باش نعمل معاكم ان ديغيستاسيون، نحب نذوقها خاطر ما عادش نقدر، الريحه مش عاديه ما شاء الله، ريحتك الهريسه العربي مع نعناع شايح، وصحه وبالشفاء للي باش يذوقها واللي يجربها يخلي لي كومنتير يقول لي شنو رايو. ما تنسيوش تعاونوني برشا بارتاج، تدعوا اصحابكم باش يعملوا ابوني للقناه.